عباس بن فرناس. بمجرد ان انت تسمع الاسم بيجي في دماغك على طول ان هو اول واحد قام بمحاولة الطيران وفشل، وده اتسبب في موته. لكن الحقيقة غير كده خالص. عباس بن فرناس اخترع حاجات كتير قوي. اخترع صناعة الزجاج من الحجارة. عباس بن فرناس اخترع الساعة الرملية، وصنع أول قلم حبر في التاريخ، وكمان صنع النظارات الطبية. ويجي السؤال هنا، مين هو عباس بن فرناس؟ عباس بن فرناس هو أبو القاسم عباس بن فرناس، ابن ورداس التكيزني، وهو عالم موسوعي مسلم من بلاد الأندلس. اتولد في رندا في الأندلس في زمن الدولة الأموية، واشتهر بمحاولته الشهيرة للطيران. كمان كان شاعر وعالم في الرياضيات والفلك والكيمياء وكمان الهندسة. لكن الناس مش بتفتكر أبدا غير محاولته لفشل الطيران واصطدامه بالأرض وانكسار ساقه، علما بأنه لم يمت من هذه المحاولة، وعاش بعديها سنين طويلة واخترع حاجات كتيرة قوي.